حاجات بحبها في المانيا في السريع بالنسبه لاولوياتي والحاجات اللي انا بحبها اكتر حاجه. اول حاجه واهم حاجه بالنسبه لي هي دي، المناظر الطبيعيه. انا بعشق المناظر الطبيعيه، بعشق الخضره، بعشق الميه، بعشق الحاجات دي قوي. الحاجات دي بتريح عيني مهما اكون متضايقه وجيت قعدت في مكان زي ده بلاقي نفسي رايقه. يعني بحب اجي اقعد اذاكر جايبه شنطتي وناويه اقعد اذاكر هنا، بحب اجي اكل هنا مثلا مع ابني ونقعد في مكان في قريب من الميه وناكل، بحب اقعد، بحب المناظر الطبيعيه. تاني ايجابيه فيهم هي فكره الخصوصيه. انا بحب الخصوصيه جدا، من ناحيه ان محدش مثلا بيتدخل يفرض نفسه في حياتي. انا حكيت اوكي، انا بتقولي انت بتحكي على السوشيال ميديا، انا بحكي، محدش بيفضل يسالني، محدش بيزن، وبعدين انتوا ما تعرفوش غير اللي انا عايزه احكيه لكم برضو يعني. تمام، هنا محدش له دعوه بيك. الاحترام، احترام الناس. يا الله، او ماي جاد، لا دي رقم واحد، دي لازم تيجي رقم واحد. الناس محترمه جدا 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 فوق الوصف. التعامل مع الناس في الشارع محترمين، تروح مكان محترمين، لما حد بيكلمك دايما بيكلمك باحترام. فحاجه بجد بحبها، احترام الناس، احترام جيراني ليا، احترام الناس زمايلي في سواء كان في الدراسه في الشغل في اي حاجه، كلهم محترمين بصراحه، ما شفتش حاجه منهم وحشه. رابع حاجه بالنسبه لي، اكتر حاجه من اكتر الحاجات اللي بحبها هي فكره الامان. اني لما لا قدر الله لو انا ما اشتغلتش، لا قدر الله لو مرضت، لا قدر الله لو حصل لي اي حاجه، الدوله هتسندني وهتساعدني، مش هتسيبني. خامس حاجه بالنسبه لي بحبها جدا هي المواصلات. المواصلات، انا لما بطلع المواصلات بعربيه ابني في مكان مخصص للعربيات البيبي، بطلع مفيش، حتى لو في حد قاعد بيقوم من غير ما نطلب منه عشان المكان ده مخصص لعربيات البيبي، فاهمين قصدي؟ فمش بتغلب ولا بتبهدل. هقول لكم يمكن ما كنتش احس بقيمه الموضوع ده قوي قبل ما اسافر تركيا. لما سافرت تركيا الموضوع ده موجود هناك، بس الناس مش بنفس الاحترام اللي هنا، ان هم بمجرد ما يلاقوا عربيه بيبي تطلع فيبعدوا عشان ده مكان عربيه البيبي. الناس ما كانتش ترضى تبعد، وكانوا سخافين بصراحه، وكنت بتبهدل كتير انا وابني هناك، فما حسيتش بقيمتها غير بعد ما لما رجعت تاني يعني من تركيا. سادس حاجة بقى بحبها في البلد هنا هي فكرة الاستقرار والأمان الوظيفي. لو انت في الشغل صاحب العمل مشاك، الدولة هتجيب لك حقك من صاحب العمل، ما يقدرش يمشيك كده دايركت طبعا. وبتاخد من المرتب بتاعك، تاخد 65% من المرتب بتاعك لمدة سنة على ما اتذكر، لحد بقى ما تلاقي شغل تاني وتقف على رجلك، انت مش هتلاقي نفسك في الشارع في ثواني كده. سابع حاجه ولا 8 حاجه مش عارفه وصلت فين، هي فكره دعم الامهات. انا بحب قوي فكره ان الام هنا لما بتيجي بتحمل تقدر تقعد في البيت لمده سنه وشهرين، بتاخد فيهم حاجه اسمها التنجلد. لو كانت بتشتغل بتاخد 65% من مرتبها، ولو ما كانتش بتشتغل بتاخد من الدوله 300 يورو. فدي حاجه كويسه جدا، لان الامهات تخلي الامهات تقعد مع اولادها اطول فتره ممكنه عشان يراعوهم. ايه كمان يا ست الكل؟ بس والله لحد دلوقتي دول اللي جايين في بالي. قولوا لي انتوا لو بتحبوا حاجه زياده عني، يعني انا بصراحه بحب. الحمد لله الحمد لله. في ناس كتير بتستغربني، بس انا عاوز ايه تاني؟ يعني عاوز ايه تاني بجد؟ اللهم لك الحمد. يعني بصراحه لا، مبسوطه، كفايه المنظر ده.